السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ نفس ما قلت لكم كتبت لكم ان اليوم بسوي 3 انواع من السويتات باستخدام الخبز او السليس. والحين ببتدي معاكم بمقادير الطبق الاول او السويت الاول. بستخدم هني عندي خبز افرنجي او سليس، اشيل الاطراف. للقلاي بحتاج سمن او زيت، اللي متوفر عندكم ضيفوه. حليب سائل، وبحتاج الى شيرة، كل كوب سكر كوب ماي. اول شي نشيل الاطراف، وبعدين بحاول اني انا افرفت السليس او الخبز الفرنجي. الحين بضيف عليه بالتدريج الحليب السائل، ما بكثر، شوي شوي وانا اخلط. شوفوا من ضافيت الحليب السائل تكونت عندي تقريبا نفس العينة، شوفوها شلون ناعمة. الحين ببتدي اكورها، ابتدي اشكل من العينة او الخبز اللي سويته على شكل كور، هاي الحجم الصغار. شكلتهم على شكل كور صغار. الحين ببتدي اقليهم، يا تحطون كامل سمن او تخلطون بين السمن والزيت. نبتدي الحين ننزلها، من يصير الزيت حار قصوا على النار وحركوا فيهم لما يتغير لونهم الى اللون الذهبي. نحرك فيهم لما نحصل على اللون المطلوب، هذا اللون المطلوب. الحين باخذ الكور وبحطهم في الشيرة، بحرك شوي من الكور وبس، بخليهم داخل الشيرة لما يتشربون من الشيرة. حطيته في صحن التقديم، وهذه أول سويت من الخبز أو من السليس عندي جاهز.